السلام عليكم، كيفكم متابعيني طيبين؟ اليوم بسوي معاكم كبدة دجاج وقوانص. حطيت الزيت في القدر وضفت عليه البصل مفروم وثوم مهروس. الحين اقعد اقلب في البصل لغاية ما اقبل مظبوط واطلع ريحة الثوم. طبعا الكبدة والقوانص انا سلقته مسبقا عشان ريحة الزفارة، وكمان عشان اكسب الوقت. طبعا هذه بطريقة سهلة ولذيذة، أتمنى أنكم تطبقوا الوصفة هذه. دبل البصل وطلعت ريحة الثوم، ضفت عليه اللي هو القوانص اللي أنا سلقته. الحين أقعد أقلب المكونات مع بعض، بعدين أضيف عليه البهارات. ضفت عليه البهارات اللي هو بهار كاري وبهار مشكل وكركم ومرقة ماجي وملح. الحين أقلب المكونات مع بعض، وضفت كمان الكبدة طبعا سلقته عشان ريحة الزفارة. الحين أقلب المكونات مع بعض. هذه أسهل طريقة وألذ، مرة لذيذة وطريقة سهلة يعني. الحين أضيف عليه طماطم طبعا مقطع. ضفت الطماطم المقطع وضفت كمان من الفلفل الحار المكشن. طبعا اللي يحب الأكل الحار، كل واحد على حسب رغبته يعني، مو ضروري يعني لو ما تبغوا الفلفل مو ضروري. الحين أقلب المكونات مع بعض وغطي عليه وأرخي النار وأخليه يستوي. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، لو تشموا الريحة تجنن والشكل خرافة. وطبعا أكلة لذيذة وخفيفة وسريعة ومكوناتها موجودة في كل بيت. شوفوا حبايبي خلاص استوى، سكرت عليه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الريحة لو تشموا الريحة تجنن. طبعا يتآكل مع عيش أو مع رز، كل واحد على حسب رغبته. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من الدعم واللايك، وبالعافية علينا. أتمنى أنكم تطبقوا الوصفة هذه. طبعا هذه بطريقة سهلة. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. بالعافية علينا.